إمام عاشور الناجي، إمام عاشور الناجي اسم الله عليه، اسم الله عليه، فتوة بقوة اسم الله عليه، اسم الله عليه. الواد ده هيجنني. الواد ده عنده حاجة. الواد ده في حاجة كويسة بينه وبين ربنا الله أعلم بيها. سلكان إيه؟ بوم، سلكان ماشي على الله. والله يا عم الواد كل ماتش بيعلى عن الماتش اللي قبله ويغيظ في الجمهور بتاع الزمالك. انا فارسني بصراحه، اضحك عليك واقول لك انا مش مفروس، انا مفروس وباصص فيه. ربنا يا رب يبعد عننا وعنه الشر. امام عاشور بيقول لجمهور النادي الاهلي هتحبني غصب عنك، انا شتمتك بس هتحبني وهتغني اغنيه. جمهور الاهلي النهارده ما كانش بيقول التالتة شمال ولا اي حاجه، كان بيقول غزاله حمراء. اشرف بن شرقي قاعد، الراجل قاعد في المقصوره بيشرب شاي، ولا بين قلبي ولا بين رجلي، بقى بين قلب النادي الاهلي. اشرف بن شرقي، هي دي الكوره، هو ده احتراف. لكن احنا عندنا العاطفه زايده شويه يعني. جرادي شار ايه ده؟ انت مش عارف الشعار فين يا عم؟ ده انت بوست لوجو اديداس. انت المكنه شغاله؟ بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، على السلكان. صفقه فيها سلكان. ده لسه وسام مش موجود، وبن شرقي مش موجود، وتريزيجيه لما يلعب في السنه الجايه. ده حاجه ايه؟ ده حاجه هتبقى كوميديا. ده الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم 22 فبراير. يعني الله اعلم. يا رب يعني ربنا يسترها معانا ومعاكم يا جدعان. مش عارف ليه تحس ان ايه، ان انت جمهور الزمالك مش مكتوب له انه يفرح. يعني مودرن سبورت ده كسب الزمالك بس، والله كسب الزمالك بس، ما كسبش ولا ماتش تاني في الدوري. الاهلي النهارده مباراه ترجع الاهلي تاني وبقوه، ترجع الاهلي تاني توقفه على رجله. النهارده الراجل بعد ما خلاص الماتش بالنسبه له خلص، بدا بقى يغير ويجرب اللعيبه اللي عنده والدنيا. ادار الماتش النهارده كولر بصراحه، برافو، ادار الماتش بطريقه جميله. بس توقيتات الاهداف والدنيا دي، بس روح النادي الاهلي بتفرق يا جدعان عن اي نادي تاني، مع احترامي. ومحدش يقول لي انت طالع تطبل للاهلي. انا مش طالع اطبل للاهلي ولا حاجه. الاهلي مش محتاج تطبيلي عموما يعني. النادي الاهلي يستحق مكسب النهارده، لا في اخطاء تحكيميه ولا في مجاملات تحكيميه، عشان انا كل مره بطلع اقول الحقيقه. الناس فاكراني ان انا بروح، لا والله بنقول الحقيقه، بنحاول على قد ما نقدر نقول الحقيقه. فيا اخوانا كده واحده واحده، النادي الاهلي عنده اداره كوره بتعرف تدير الدنيا. لما بيبقى في مشاكل بنطلع نقول ان في مشاكل. النهارده الشناوي قاعد وشوبير بيلعب طبعا، واكرم توفيق النهارده نازل في دقيقه 90، مع ان الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي انتهى. بس دي تغييره تكسر اكرم توفيق، مش هتديله فرصه ان هو يلعب حتى. خلاص انت مش بعتني، مع السلامه حبيبي، انا اديلك وقت اما اديلك. كان نفسي النهارده اشوف احمد رضا. النهارده العش لعيب كويس طبعا. انا مش بتكلم والله ان انا بقر، انا بنق بس. ما اقصدش النادي الاهلي يكسب براحته ويعمل اللي هو عايزه. دي كانت ملاحظ كرويه خاصه بيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.